ليه والد اللاعب إندريك البرازيلي هاجم ريال مدريد بالشكل ده. تابع معايا وهتعرف السبب. القصة بدأت لما والد اللاعب قال جملة غريبة جدا، وهي إن ملعب الكرة هو مدينة الملاهي الخاصة بابنه إندريك. بس المشكلة بقى إن ريال مدريد حرمه من المدينة دي، وده ببساطة لأن إندريك مع ريال مدريد ما كانش بياخد فرصة كفاية يلعب ويقدم مستويات كبيرة، وده خلى شغفه يقل للكرة وثقته بنفسه تتأثر. ولكن أول لما راح إعارة إلى أولمبيك ليون كل حاجة اتغيرت، بقى بيلعب وبيبدع ووصل حتى الآن 7 أهداف و7 أسيست. والمفاجأة إن زوجة إندريك هي اللي كانت السبب الرئيسي في قرار انتقاله للدوري الفرنسي. وأكد في النهاية والد إندريك إن هدف ابنه الوحيد هو حجز مكان في تشكيلة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026. والسؤال بقى، هل ريال مدريد فعلا ظلم إندريك ولا اللاعب كان محتاج وقت كافي عشان يثبت نفسه مع الفريق؟ لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.